عن طريق لاعبي خط المقدمة. الكرة الرأسية حاضرة من العنبر إلى ياسر، لا زالت الكرة معاه، يفكر في المرور ويفكر في المحاولة، ولا زالت خطيرة في اليمين، وضربة جزاء بلنتي، ضربة جزاء بلنتي. ياسر القحطاني لا يخسر عادة فريق الهلال إذا ما سجل ياسر، إذا ما لعب ياسر. قلت لك أرى وأشاهد إنه من الممكن يجي هدف ثاني في المباراة لأحد الفريقين. ياسر تقدم، ياسر تحرك، ياسر توغل، ياسر مر أولا وثانيا وثالثا على أعصابه سمو الأمير الشاعر، الأمير الشاعر. ويا لها من مشاعر. حنشوف الإعادة هذه بلقطة خاصة من ايارتي. هذا المرور أولا، استحوذ على كرته، تقدم وحاول صاحب القميص رقم 5 محمد قاسم، كان القاسم المشترك في اللعبة الماضية، هو اللي اشترك في اللعبة الماضية، وسقوط على أرضية الملعب وضربة جزاء بلنتي لمصلحة فريق الهلال جاءت الآن في الوقت بدل الضايع. قلت أن الهلاليين يتفاعلون دائما في مثل هذه المباريات، وقلت أن الهلال من الممكن أن يسجل كما الآلي هو في المباراة جول. ممكن من بلنتي يأتي الآن. شوف اللحظات، أمنيات، إنها كرة قد تسجل الحلم، قد تسجل الهلال. رادوي سجل هدف في مرمى بختاكور. يبدو لي أن رادوي هو من سيتقدم أيضا. رادوي يتقدم. ضربة جزاء. حكم اللقاء بسمة يعطي التوجيهات. التقدم الآن موجود لضربة جزاء بلنتي. هل يطلق الفرح أم الأحزان من فرصة مواتية؟ رادوي جول طال انتظاره، وحلم لا زال طال انتظاره بالنسبة لفريق الهلال. الآن يتقدم رادوي ويسجل في الوقت بدل الضايع، يسجل في الوقت المقدر في ساعة بسمة. والآن البسمة ترفع في محيا رئيس نادي الهلال ويشار إليها في هذه الجماهير. حط الحارس عبيد الطويلة في زاوية، وحط الكرة في زاوية، وخليني أحط في هذه الزاوية. الهلال يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد.